في 1 يناير سنة 1927 في محافظة قنا وتحديدا في قرية المراعظة مركز أرمنت، الشيخ محمد عبد الصمد قارئ القرآن والموظف في السكة الحديد بيكون على موعد باستقبال مولود جديد، طفل هيكون له شأن عظيم جدا في تلاوة القرآن الكريم، وبسببه القرية البسيطة دي هتكون محط أنظار العالم كله. في اليوم ده تحديدا اتولد القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الشيخ رحمة الله عليه اتولد في بيئة كلها قرآن كريم، والده كان من القراء المجودين، وجده الشيخ عبد الصمد من حفظة القرآن اللي معروفين في القرية، فبالتالي الحفيد هو كمان هيكون من حفظة كتاب الله. واحدة من أجمل العادات اللي كانت منتشرة في الصعيد في الوقت ده إن الطفل يدوب أول ما يكمل 4-5 سنين أهله بيودوه على الكتاب. الشيخ عبد الباسط دخل وهو عنده 5 سنين بس. الشيخ السعدي اللي كان بيحفظه كان منبهر بيه لأنه شاف قدامه طفل ذكي وبيحفظ بسرعة، والأهم من كده قدرته على الاستيعاب كانت سابقة سنه بمراحل. الشيخ اتكلم مع جده وقال له خليه معانا في الكتاب لحد ما يختم القرآن كامل. بمجرد ما وصل 10 سنين ختم القرآن بالكامل.